بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم، وإن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم بألف خير وعافية يا رب. وصفتي لنهار اليوم اللي عندي زمان وأنا حابة نديرها لكم حتى لليوم باش كتب ربي وحطيتها لكم، واللي هي المتوم. عبالي ما كانش فينا اللي ما يحبش المتوم، سورتو بهاد الوصفة اللي راح نعطيكم اليوم. فيها واحد لاستوس بزاف هايلة ويجيكم بزاف بنين، ويجي لاصوص خاطر وعلامة في البنة. البنة تاعو رايحة تكون بزاف هايلة، ورايحة نقول بسم الله ونبداو في المقادير وطريقة التحضير. واش نحتاجو؟ نحتاجو كمية من اللحم. اللحم هنايا الكمية كل وحدة واش متوفر عندها. عندي زيت، عندي مغرفة كبيرة تاع زبدة ولا سمن، عندي حبة بصل كبيرة اللي كنت رحيتها، وعندي كمية من الحمص اللي كنت شمخته ليلة كاملة، وملح، ومغرفة كبيرة تاع الفرينة راح نقول لكم علاه نستعملوها، وعندي هنايا توم، وعندي توابل. التوابل اللي رايحة نحتاج توابل مشكلة. عندي فلفل أسود، كمون، وتوم بودرة، وفلفل أحمر حار، وراس الحانوت، وعود تاع الكرفة. لازم يكون عود ماشي غبرة. هداك العود تاع الكرفة راح يمدلكم بنة بزاف هايلة للمتوم تاعكم. هنايا رايحة نطيب أنا في لاكوكوت، رايحة نحط كمية من الزيت، حوالي 3 مغارف تاع زيت، مع مغرفة كبيرة تاع زبدة، واللي ما عندهاش الزبدة تحط يعني السمن. هنايا رايحة نخلي الزبدة تاعي تذوب، ونحط عليها بعد ما دابت لي ويكون سخن الزيت ودابت نهائيًا الزبدة تاعي. هنايا رايحة نحط اللحم. هنايا رايحة نخلي اللحم تاعي تتقلى مليح مع هداك الزيت حتى تطلق العصارة تاعها. في هاد المرحلة لازم نخليو اللحم هاديك تتقلى مع هداك الزيت باش تجينا بنينة. هادي لاستوس الأولى. هنايا رايحة نقليها مليح، وبعد ما تتقلالي رايحة نزيد مباشرة البصل. مام في المرحلة تاع نحطو فيها البصل لازم نقليوه مام هو مع اللحم، لازم يتقلى مليح باش يمدلنا بنة ونتيجة أكتر من رائعة. إلا كان حابة الماكلة تجيك بنينة لازم تخليها تتقلى، يعني تعطيلها الوقت تاعها في القلي. والنار لازم تكون متوسطة رايحة للقليلة، ما لازمش تكون النار عالية، هكذا باش ما تتحرقلكمش. هنايا رايحة نخلي البصل وهذاك اللحم يزيدو يتقلاو، أكيد راح نغطي عليهم ونخليهم يتقلاو. بعد مرور 4 دقائق نشوفهم لين وصلوا. شوفوا كيفاش تقلات لي، يعني هذاك البصل تقلى لدرجة تقريبا ولا ما كيبانش. هنايا رايحة نحط نصف ملعقة كبيرة تاع توم، ورايحة نحط عليهم التوابل اللي هما عندي لي زيبيس مشكلين، فلفل أسود وكمون، توم بودرة، وفلفل أحمر حار، ورأس الحانوت، وعود تاع قرفة. ونعاود لكم القرفة لازم تحطوا العود، ما تروحوش تحطوا بودرة رايحة تطلقلكم مرورية ويجيكم ماشي مليح. العود تاع القرفة راح يزيد لكم بنة فوق البنة اللي راهي تجي بنينة، تجي بزاف بنينة، راح يمدلكم حنس ما فيه ولا أروع. هنايا رايحة نزيد نقلي هادوك التوابل مليح، وهنايا أكيد ما ننساوش الملح. هنايا ما تحطوش بزاف الملح. ورايحة نحط مغرفة ونص تاع الفرينة. هنايا الفرينة واش الدور تاعها، رايحة تخلي لاصوص تاعنا يجي عاقد، ما يجيش مايح، يجي بزاف هايل لاصوص.
ما تحسش بروحك هداك لاصوص يجي غير الما، تحسّه شوية هكذا فيه نوع من يجي تقيل. رايحين نحرّكوه مليح هكذا باش ما نتحصلوش على تكتلات تاع الفرينة، ونقليوه هكذا حوالي دقيقة، ونجيبو الما. هنايا رايحة نحط الما، أكيد يكونوا سخونين، ما نحطوهمش باردين، ورايحة نحط الكمية تاع الما كي نشوف اللحم تاعي تغطى، كي نشوفه تغطى رايحة نكتفي بالما، منحطوش بزاف الما خاصةً اللي يطيبوا في لاكوكوط. هنايا رايحة نحط الحمص تاعي اللي كنت شمخته ليلة كاملة، واللي تكون طيبت الحمص يكون عندها طايب من قبل، ما تحطوش في هاد المرحلة كي تشوف اللحم تاعها طاب بنسبة 80% تحط الحمص تاعها، واللي محطّته مشمّخ برك كيما أنا رايحة تحطّه في البداية تاع الطياب تاع اللحم تاعها باش يطيبوا كامل كيف كيف. هنايا رايحة نقفل على اللاكوكوط تاعي بعد ما غلالي لاصوص، رايحة نغلق عليها ونخليها طيب حوالي 15 دقيقة حتى ل20 دقيقة. هنايا رايحة نغلق عليها ونبدأ نحسب لها. هي طيب وأنا رايحة نجي ندير لي بولات تاع اللحم المفروم تاعي. واش نحتاجو؟ نحتاجو كمية من اللحم المفروم حوالي 400 غرام استعملت أنا، مع مغرفة صغيرة تاع التوم ما تحطوش التوم بزاف، ومغرفة كبيرة تاع لاشابلور اللي هو الخبز محمص ومرحي، وشوية ملح، وصفار بيضة. مع التوابل اللي استعملت اللي هما فلفل أسود وكمون، توم بودرة وفلفل أحمر حار وراس الحانوت، هاذو هما التوابل اللي استعملت. وهنايا رايحة نعجنهم بيدي، رايحة نطمهم مليح حتى نتحصل على عجينة. هنايا رايحة نشكلهم كريات، حجم الكرية الوحدة فيها 20 غرام، واللي تحب توزن أكيد توزن الكرية الوحدة فيها 20 غرام، واللي تحب ما توزنش توزن عينها ميزانها. هنايا رايحين نشمخو يدانا ونشكلوهم هكذا باش ما يلصقولناش، ورايحة نكمل الكمية كامل ونرجع ليكم. ها هما بعد ما شكلتهم كامل يعني الكمية كانت مليحة. وهنايا رايحة شوفوا لاصوص تاعي بعد ما بدا يطيب حوالي 90%، شوفوا لاصوص كيفاش اختار واللحم طابت، راهو يشهي والبنة كانت ما نوصفلكمش من هادوك التوابل، والعود هداك تاع القرفة كانت الريحة ولا أروع. هنايا رايحة نحط لي بولات تاعي تاع اللحم ونخليهم يطيبوا حوالي 15 دقيقة ونطفي نهائي عليها. ورايحين نشوفوا الشكل النهائي تاع الطبق تاعنا في صحن التقديم. وهذا هو الشكل النهائي لطبق اليوم المتوّم، جا بزاف بنين وجا هايل ونتمنى إنكم تجربوا الوصفة، وبما إنه وصلنا لنهاية الفيديو نقول لكم نتلاقاو في فيديو آخر، إلى اللقاء.